معاصرين وجميع الكليات تيقريو التاريخ. شبن التاريخ تيقريو؟ الاولى كتاب بحال الكتاب ديال التاريخ ديال مولاي عبد الرحمن بن زيدان ما عندناش. مشكلتنا في العالم الثالث ان ماضينا ماشي في يدينا، ماضينا كتبوه الاخرين، الغرب كاتبوه، ومنين تنقراو عليه تنقراو بالعيوب الاخرين. اذا حنا عندنا خصنا بعدا نستبقوا الماضي ديالنا، الحاضر ما نحضروش فيه. حنا مستعمرين ومستعمرين اكثر من اللي كنا من قبل، وغادي نوري لكم شنو المعنى ديالها. بان اليوم سنه 93 المغرب هذه المدينه بمكناس مستعمره اكثر من اللي كانت في عام 53. واستعمار حقيقي. اذا الحاضر ديالنا ما كاينش، مستقبلنا مرهون. مستقبلنا كله ليس هنالك مغربي واحد عنده دراسه او قيم مسؤوليته للمستقبل الا اللي تيستعمل المستقبل بطريقه باجرام، وهو باش يتهرب من الحاضر. يقول في عام 2000 غتكون عندنا كذا وكذا من فرش في السبيطارات. شمن دراسه درتي؟ شمن ترتيب درتي لها؟ شمن تكوين؟ شمن ميزانيه؟ تجي وتقول هكذاك ديموغاشيين. هذه هي الديماغوجيه. المستقبل والدراسات المستقبليه شيء جدي، ماشي التلاعب فقط الحملات الانتخابيه اللي غندير لكم وغندير لكم. اذا حتى المستقبل ديالنا الواحد اللي درسوه فرنسا دارسه المستقبل ديالنا وعندها مخططه له المشاهد ديالها. اسبانيا دارسه المستقبل ديالنا في الحوت وغيره داروا المشاهد ديالها. امريكا دارسه المستقبل ديالنا. واهم شيء حنا اللي مستعمرنا واللي دخلنا الفم السبعه، وهي البنك الدولي وصندوق النقد اللي تيتحكم في هذه البلاد اكثر من اي مسؤول كما كان في هذه البلاد. اذا شنو بيدينا؟ الماضي ديالنا ماشي ديالنا، خصنا نخدموا 3 المرات. خصنا نمشيو الماضي ديالنا شنو هو، خصنا نشوفوا كيف نتحركوا في الحاضر ديالنا، خصنا نفكروا في المستقبل ديالنا. هذه 3 الامورات في ان واحد صعيبه جدا، ولكن الثلاثه مرتبطين. كيف غادي يمكن لك تدرس المستقبل ديالك؟ كيف غادي يمكن تقول انا لين غادي لا عرفتي ما عرفتيش منين ناجي؟ وكيف غادي يمكن تقرر لين تمشي الى في الوقت اللي واحد قدامك جوج البوليسيه حاضرين لك من الغرب تيقول لك هذا ما تتحركش من هنا، هذا خصك تمشي هكذا ولا مشيتي بحالك. كيف غادي يمكن تتبع؟ كيف بغيتي الاطباء ديالنا والمهندسين ديالنا اللي تيجيو تيجلسوا على راسهم، واللي تيدخل في البيع والشراء، واللي تيعمل مشاريع، واللي تيولي مندوب تيتقدم الانتخابات، كيف بغيتي يتبع هذه المعرفه ويبقى عالم ولا يبقى طبيب؟ تيولي خطير، لان ما متبعش الواقع. تيولي خطير كالطبيب اللي ما كل عام ما تيرجعش على الاقل شهر يعرف واقع، خطير على الانسانيه. وتتكلم صراحه، مهندس اللي ما عرفش ديال التطورات الاخيره خطير. مهندس اللي تيبقى لي مدير عام او بي دي جي في شركه 10 سنين انت عمره ما يبقاش يقول لي مهندس. واحد تيحارب المهندس الحقيقي اللي عاد خرج وعنده 30 عام، لان عنده مركب تعرف اكثر منه. اذا تيحاربوا باش يمشي بعد ويرجع للخارج، والحمد لله على الخارج. كل سنه يعني بعض الناس تشوف ما عجبهمش كلامي، يعني راه حر، اللي بغى يخرج ما عندي حتى مانع. كل سنه تزداد 40,000 كلمه علميه. اكبر قاموس فرنسي او عربي ما فيهش 40,000 كلمه. كيف غادي تتبع وتعرف 40,000 كلمه جديده اللي دخلت في اللغه العلميه؟ اذا ما فاكمش هذه الامورات شنو هو التطور العلمي؟ وهو هذا اورديناتور عام 61 شركه تاتشتاون دلتا خرجت حاسوب تعمل 8.6 مليار بالعمليات الحسابيه الثانيه. 8 مليار 6 d'opérations secondes.